غير باش نشير فقط لاتحاد طنجة بدا التدريب ديالو نهار 28 في الشهر الماضي. لحد الان الاسبوع الثاني بالنسبه للتدريب، واللي كتجرى تحت قياده رفيق عبد الصمد واحمد صلاح رشيد البلج محمد بستاره. هذا هو الطاقم اللي كيشرف على التدريب. مازال المدرب بيدرو بن علي ما وجدش الحل مع الفريق، لان البارح كذلك حضر الحصه التدريبيه، وكما شفتي الصور كان واقف الى جانب دريس المرابط اللي هو المدير التقني وكذلك المشرف العام ديال الفريق. لحد الان مازال ما تسوات الوضعيه ديال المدرب، لان لحد الان مازال ما وصلش اتفاق مع الفريق. اذا نتسناو اليوم واش غيوصلوا لشي اتفاق اللي هو ديال الفرق بيناتهم، وتوصلوا لاتفاق باش كل واحد يشد الطريق ديالو، لا بالنسبه للمدرب ولا بالنسبه للنادي. كما ذكرتي الفريق التقني لحد الان بالنسبه لفريق اتحاد طنجة مستمر. بالنسبه حتى المعسكر التدريبي لحد الان مازال ما تحددش هذا المعسكر التدريبي، من حد ما كاينش استقرار على مستوى الطاقم التقني بتعيين ديال المدرب، وكذلك فك الارتباط مع المدرب الحالي، لان كما شفتي منذ 28 من هذا الشهر الماضي الى الان اللي هو اليوم 3 في نوفمبر، اي تقريبا واحد اسبوع، ومازالت الامور ما تسواتش بين الاداره ديال فريق اتحاد طنجة وكذلك المدرب بيدرو بن علي. نمشيو للشق اخر، الشق الثاني اللي هو متعلق بالتعاقدات. كما شرتي كاين المجهد اعراب او الطاح الوهابي كذلك ل4 سنوات. اذا هادو اللاعبين اللي كانت انتهت العقود ديالهم في فريق اتحاد طنجة وتم تجديد التعاقد. الانتداب كاين جوج ديال الانتدابات لحد الان. كاين اكسل الكابوني 25 سنه، هذا اللاعب اللي تم الاستقطاب ديالو من فريق بريف الحسيمه، وكان كذلك عبد الحميد اقليدو من نفس الفريق اللي كيلعب كذلك كسنترال كذلك. اذا هادو هما جوج ديال التعاقدات 3 سنوات على ذكر اللاعب اكسيل، فكانت تعطات له واحد المهله ديال الراحه ديال 10 ايام، مشان الكابون البارح جا، اليوم غادي يلتحق كذلك التدريب ديالو صحبه الفريق. اذا هادو بالنسبه للانتدابات. بالنسبه للاعب اخر اللي هو الان حديث ديال الراي العام، كيتعلق الامر باللاعب سفيان المدن. على ذكر اللاعب سفيان المدن، فكان وكيل ديالو تلقى واحد العرض من فريق المولوديه الوجديه وقدموه الطاوله ديال فريق اتحاد طنجة، واتحاد طنجة ما يمكن العرض المقدم فريق المولوديه الوجديه ما كانش عرض مقنع بالنسبه ليه، وكذلك الوكيل كان بقى هنا لمده يومين وغادر، واللاعب كذلك بشر الاتصالات ديالو كذلك مع فريق اخر اللي هو فريق الوداد الرياضي البيضاوي، اللي تواصل مع اللاعب وتواصل مع اداره الفريق. نتسناو الصفقه. بالنسبه للمدن كاين حديث على ان الوداد باغيين انهم يضيفوا شي لاعبين في الصفقه ديال المدن، اللي حسب ما وصلنا انه مصر على مغادره الفريق. باقي لي عامين في الكونترا جو بونس. عندك شي فكره على هاد اللاعبين؟ واش كاينه بصح الفكره ديال انهم باغيين لاعبين في الصفقه اضافه المبلغ المالي؟ فعلا، لان اللاعب اولا كما ذكرت عنده عقد لمده 2 سنين، ولكن العرض اللي قدمته الوداد بالنسبه ليه من الناحيه الماليه عرض بالنسبه للاعب ما يمكنش باش يرفضوه. اذا وملي كتشوف اللاعب العقل ديالو مع العرض اللي مقدم ليه فريق كبير من حجم فريق الوداد، وكذلك العرض اللي هو عنده في اتحاد طنجة، وكذلك الراتب ولا منحه ديال التوقيع مختلفه. اذا هو غادي يحاول انه يستغل الفرصه. اللاعب كانت عنده الفرصه باش استغلال الفرصه ديالو، وعبر على الراي ديالو انه باغي باش يبدل الاجواء ويمشي لفريق الوداد الرياضي البيضاوي. هذا الشيء اللي خلى كذلك فريق اتحاد طنجة يدخل في مفاوضات مع فريق الوداد. اولا من مصلحه النادي، اولا لان ما يمكنلكش تخلي معك واحد اللاعب ما باغيش يلعب معك. اذا كما كنقولوا اللوغو ديال الفريق هو فوق كل شيء. اذا الفريق كيشوف المصلحه ديالو حتى هو في الصفقه. كما قلتي كاين الاصبحي بعدا هو الاول، لان هذا اللاعب هذا هو كان معار من الوداد لفريق اتحاد طنجة، لذلك اتحاد طنجة طلب اللاعب الاصبحي بالدرجه الاولى. كان بعض الاسماء ديال بعض اللاعبين توضعوا، كان من قبل ديال قدارين، من قبل ديال لاعبين اخرين، ولكن الاسم الاقرب انه باش يكون الى جانب الاصبحي هناك حديث على محمد كمال، هذا اللاعب اللي كان في الجيش الملكي وانتقل للوداد الميركاتو الشتوي مشى لنهضه الزمامره. اذا هذا لاعب ثاني يمكن كذلك داخل الصفقه، الى جانب مبلغ مالي اللي غادي يتلقى الفريق، الى جانب نسبه
اللي غيديها الفريق في حاله ان اللاعب المدن انتقل من شي فريق اخر خارجي او اي فريق. اذا النسبه ديالو غادي ياخذها في الصفقه اللي غتكون من الوداد. اذا هنا كتتضح بان كيبقى غير الاعلان على الصفقه بالنسبه للاعب المدن. هذا اللاعب هذا اللي من الديار ديال مهجر وكان يلعب في سلوفاكيا وجابوا الفريق في الميركاتو الشتوي، لعب تقريبا واحد 17 مباراه تقريبا، ماركا 4 كونيس، وهذا الشيء غنى بانه هو هداف الفريق، لاعب ميديو التيران وسجل 4 ديال كوليس. هذا كيأكد بان لاعب جا في الميركاتو الشتوي عمل الاسم ديالو في فريق اتحاد طنجة، بغا يبدل الوجهه وكذلك يبحث على افاق بالنسبه ليه. اذا اتحاد طنجة بالدور ديالو كيفتش على انه لاعبين يمكن يستافد منهم، الى جانب كما قلنا المبلغ. اذا قلتي اغوزو لان اللاعب مدن قريب نسبه كبيره انه يمشي للفريق الوداد مع مبلغ مالي، استفاده مستقبليه بالنسبه ديال البيع، اضافه قلتي الكمال وايضا اللاعب جو بونس كمال مع لاعب اخر اصبحي اللي كان برايتي في طنجة العام اللي فات. حنا كنتظروا غير الامور الرسميه. الميركاتو هضرتي على 2 لاعبين جاو من الحسيمه، كاين شي تفاوت؟ كاين شي لاعبين قراب؟ فين كاين اماكن الخصاص؟ وهذا الشيء كله مرتبط بمستقبل المدرب بعدا؟ كان مستقبل المدرب، ولكن الفريق عارف الامور ديالو اللي هي ناقصه عنده في الفريق، وهذا الشيء كذلك قدموا المدرب بيدرو منالي. المدرب بيدرو منالي اعطى الملاحظات ديالو، والنادي كذلك عنده علم بالخصاص فين عنده. اذا كان باغي يدير لاعب في اللاكس هو استفد منه، لاعب اخر الى جانب نعمان اعراب اللي هو الاصبحي كيفتش على لاعب اخر في الميديو التيرا، الى جانب صانع العاب، الى جانب كذلك لاعب كذلك مهاجم يقدر يلعب في الجهه المصريه واليمنى. اذا محمد كمال يمكن دخل في هذه الصفقه، نتسناو صانع العاب اللي كيفتشوا عليه. وعلى ذكر هنا باش غنشير فقط ديك اللاعب الاسباني اللي كان جا طلب واحد المبلغ مالي معين، الفريق ما مستعدش يعطي ديك الرقم المالي، الى جانب ان الاحصائيات ديالو ماشي شي احصائيات اللي غتقدر تخول له يلعب فريق اتحاد طنجة او اللي يتسنى منه شي حاجه، لان لاعب لعب في الدوري اليوناني كيلعب ميديا التيران، ما لعبش شي مباريات بزاف، سجل على ما اعتقد هدف واحد، ما عندوش شي حاجه اللي غادي يضيفها. اذا اتحاد طنجة من خلال الاحصائيات ديالو، من خلال كذلك المبلغ المالي اللي كيطلبوا هذا اللاعب، اتحاد طنجة استثنى الفكره ديال التعاقد معه، مع العلم ان عنده لاعب اجنبي اخر. العوده ديالو من نادي الزوراء العراقي اللي هو مزامبي اللي كيلعب لاطيرال الشمال، الى جانب كوناتي اللي هو كيلعب في اللاكس، الى جانب بوكوكو واللاعب اكسيل، عنده 4 ديال اللاعبين. اذا حتى في حاله انك غتجيب لاعب اجنبي خصك تخوي البلاصه ديال اللاعب اجنبي باش يدخل لاعب اجنبي اخر. اذا هنا مساله ديال اللاعب اللي غادي يكون صانع العاب، يقدر يكون ايوب باش الوجه يكون لاعب مغربي. في حاله انه كان لاعب اجنبي ضروري اتحاد طنجة يستغني على واحد اللاعب اللي كذلك كيلعب في بوست، في شي بوست اللي هو لاعب اجنبي خصك تزولو. اذا مساله هنايا باينه بان الفريق 5 حتى 6 تعاقدات يمكن غادي يمشي لها في هذا الميركاتو الصيفي على حساب مكامن الخلل. بالنسبه للجمع العام كما كتعرف بان الفتره ديال المكتب المسير كتنتهي، والان خص اللي بغى يقدم اتحاد طنجة انه باش اللائحه ديالو خصو في الاجل اقل من 8 ايام على الموعد اللي محدد في 20 من هذا الشهر هذا، لان الجمع العام فيه قراءه تقرير ادبي والمصادقه عليهما بالنسبه للمنخرطين، وانتخاب الرئيس ديال المكتب المديري، ودراسه كذلك الاقتراحات ديال المنخرطين. واللي باغي اللائحه ديالو انه يقدمها خصو يقدمها في واحد الاجل ديال 8 ايام، وتكون كذلك انت كتعرف بان يكون عنده عامين كمنخرط، وكذلك مجموعه من الشروط اللي خصها تكون متوفره في هذا المنخرط اللي غيكون يقدم اللائحه ديالو. الى جانب كما كتعرف بان المكتب الدور ديالو باش يقدم اللائحه ديالو في حاله تقدر تكون لائحه واحده، تقدر تكون 2 لوائح، وفي الاخر عاوتاني يتم الانسحاب ديال الطرف على حساب اخر. حنا هذا الشيء اللي غادي نتبعوه في الايام القليله المقبله. الاهم الان هو انا كما قلت كاين فراغ تقني بعدم تواجد مدرب رسمي، ننتظروا الساعات القادمه واش غيتحل هذا الاشكال. وكذلك كما قلت المعسكر التدريبي ايوب، لان الفريق مطالب
انه باش يصوب الوضعيه لا ديال الطاقم التقني، وكذلك بالنسبه للانتدابات ديالو اللي بقى 2 ولا 3 ديال المراكز خصو باش يكمل التشكيله ديالو اللي غادي يبدا بها الموسم الرياضي. ايوب نستمعوا نعمان عرفت الكابيتان ديال طنجة كيتكلم على لي زوبجيكتيف مع الفريق الموسم الجاي. الفريق على الاقل خصو ياخذ شي لقب اما بطوله ولا كاس العرش ونشاركوا في بطوله قاريه ان شاء الله ولا افريقيه. هذا هو مطلب الجماهير ديال مدينه طنجة، ديما كيقول لك اشترك في حاجه ولا تاخذ لقب، ومدينه تستاهل، مدينه كبيره، جمهور كبير، ملعب هو كبير، يعني الفريق ما خصوش يرجع له، خصو ديما يلعب على المراكز الاولى، وديك الشيء اللي كنتمناو نلعبوا هذا العام على المراكز الاولى ان شاء الله، وننافسوا على البطوله وننافسوا على كاس العرش، لما نشاركوا ان شاء الله في بطوله افريقيه ان شاء الله يا رب. نعمان اعراب ولي زوبجيكتيف هما واضحين. حكيم اقليدو لاعب مدافع اللي وقع من الحسيمه وانضم الاتحاد طنجة، نستمعوا ليه. بالنسبه للفريق شباب ريف، اول حاجه كنشكر الجمهور الحسيمي اللي كان كيساندني، كنتمنى من الفريق يرجع للمكانه الصحيحه ديالو اللي ما كيستاهلش الوضعيه اللي فيها. بالنسبه للالتحاق ديالي فريق اتحاد طنجة، الالتحاق ديالي كانت عن رغبه، حيت فريق اتحاد طنجة فريق كبير وعندهم جمهور كبير ما شاء الله، وكنتمنى ان شاء الله نقدم الاضافه ونكون عند حسن ظن الجمهور وعند حسن ظن الاداره، ولما لا شي لقب ان شاء الله نفرحوا الساكنه ديال مدينه طنجة ان شاء الله. حاتم الوهابي في تصريح الموقع الرسمي لاتحاد طنجة من بعد تجديد التعاقد ديالو مع الفريق الام ديالو. الصراحه انا فرحان بزاف حيت جددت العقد ديالي مع فريق الام ديالي اتحاد طنجة، وكنتمنى ان شاء الله يعني نعطي الاضافه المرجوه مني ونعطي اكثر من اللي كنت ان شاء الله يا ربي، ونقدموا شي موسم ان شاء الله مزيان، ولما لا نفوزوا بشي لقب ان شاء الله. كنوعدهم ما نقول لك يعني انا نقدم يعني كل ما عندي باش نهض الفرقه هذه ويحس المدينه ديالي. طبعا شرف لي انني نحمل القميص ديالها، ما نبخلش على الجماهير ديالنا ونقدم الاضافه ان شاء الله المرجو. الصراحه كنشكر الجماهير يعني اللي دعمتني بزاف، يعني خصوصا في هذا الاسبوع هذا من بعد ما تروجت يعني بزاف الاخبار بانني يعني نمشي بزاف فراقي. الحمد لله انا كنت يعني متيقن بانني غنبقى الحمد لله.